برشلونة بطلا للدوري الإسباني. نعم، رسميا اللقب رجع للكتالان. مش كلام، مش حسابات، مش توقعات، مش سيناريوهات معقدة. الليل انتهت كل القصص بعنوان واحد للقصة: برشلونة بطلا للدوري الإسباني، ومسألة وقت ويتوج ويرفع الكأس تحت قيادة الألماني هانس فليك. الفريق هذا ما استسلم، غاب عنه مجموعة من اللاعبين في البداية، ضغطت عليه الجماهير والإعلام، لكن وقف وقاتل وكمل خطوة بخطوة، نقطة بنقطة. هذا التتويج مش فقط تتويج للفريق، هذا تتويج للعقلية، للمنظومة، للإدارة، للجماهير، للصحافة. تتويج لمشروع بدأ بشكوك وانتهى بالصعود إلى قمة الذهب. من هدف للامين يامال، من تمريرة رائعة جدا من بيدري، لصمود دفاعي في أصعب اللحظات، من تصدي لحارس المرمى، من تفوق لرافينيا، من تدخل مهم جدا للاعب يعني على سبيل المثال نتكلم عن فيران توريس. اللقب هذا بالمعنى الأخير أنه ما أجى بسهولة، أجى من قلب الأزمة، من فريق كان يشك بنفسه بس قرر يقاتل حتى آخر نفس. مبروك وألف مليون تريليون مبروك لبرشلونة وجماهير برشلونة. ولكن السؤال الأخير: مين هو كلمة السر بهذا الإنجاز؟ كلمة السر الحقيقية بهذا التتويج؟ ممكن ناس تروح مع لامين يامال، ناس تروح مع رافينيا، ناس تروح مع بيدري، ناس تروح مع لابورتا، وممكن ناس تروح وأنا منهم للمدرب هانز فليك. بعد قليل حلقة إن شاء الله عن تتويج برشلونة على قناتنا على اليوتيوب. ما تنسى بطريقك تضغط على زر اللايك.